بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم حماتي يا رب رحمة واسعة، واغفر لها وارحمها يا رب، واجعلها من أهل الجنة يا رب العالمين. يا رب. أهلا بكم في قناة يوميات محمود وسولي. عايزة لقاتكم الحلوة، كومنتاتكم الجامدة اللي دايما بتفرحني وبتسعدني. واللي مش مشترك عندنا في القناة ينزل يشترك على كلمة الاشتراك اللي يبقى أحمر تحت، ويفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد. بصوا حبايبي، ده الجزء التاني من الفيديو بتاع امبارح. انا كنت مصور لكم معاكم امبارح فيديو انا كنت بعمل فيه قلبة في المطبخ، بس لقيت الفيديو كان طويل جدا بصراحة، فقلت لا انزل لكم كده على جزئين علشان خاطر ما تزهقوش وتملوا مني. فنزلت لكم الجزء الاولاني، ارجعوا بقى للقناة هتلاقوا الفيديو اللي قبله ده على طول ان شاء الله. وده كده الجزء التاني بس يا حمزة. وده كده الجزء التاني. بصوا بقى هنا كنت بنضف بقى الرخامه معاكم. شفتوا طبعا انتوا الكركبه بتاعت الاكياس دي. انا طبعا دي اكياس الخضار، ببقى جايبه فيها الخضار، جايبه فيها حاجه من السوق كده. انا مش برميها بصراحه، مش هكدب عليكم. انا بخليها ليه؟ لان انا عشان عندي باسكت الكمامه اعزكم الله صغير. انا عندي الباسكت الكبير، بس انا بصراحه مش بستخدمه. يعني من ساعه ما جبته ساعه الجواز وانا شيلته، لانه مضيق للمطبخ. وهديكوا زي ما انتم مش شايفين المطبخ ضيق مش متحمل، فانا بصراحه شيلته وحط. بس يا حمزه، وحط مكانه باسكت صغير. فيدوبك يعني ايه، بستهلك الاكياس دي بحطها في الباسكت ده. فطبعا عشان بس هي كانت عامله كركبه كده، فجمعتهم في كيس كده وحطيتهم في قلب الدرج، لان كل يوم بطلع كيسين 3 للكمامه يعني وكده. هنا خلاص بعد ما خلصت شلت كل على الرخامه، وقلت اصبنا بقى. بصوا انا حاطه الورق بديل الرخام ده. حلو جدا، مريحني قوي بصراحه. على قد ما هو ليه عيوب، على قد ما هو ليه مميزات كتيره. بس هي مميزاته ان هو لونه حلو وابيض كده ومنور، تحسوا بلمعة كده على الرخامة. يعني انا بحس بلمعة كده، وبحس ان الرخامة منورة كده وشكلها حلو. لكن عيبها بقى بصراحة ان هي بتبصم بسرعة. يعني بصوا، اقل حاجة بتمسك فيها بتبقعها في ثانية الا ثانية، الاقي الرخامة اتبقعت. لازم تكون ايدي فيها يوميا، مرة واتنين وتلاتة وعشرة. فعيبها ان هي بصراحة ان هي بتبصم. يعني لازم اغسلها مرة واتنين وتلاتة وعشرة في اليوم. طول ما انا واقف في المطبخ ايدي فيها على طول. فهو ده بصراحة ده عيبها الوحيد. لكن مميزاتها بقى اللي زي ما قلت كده، بحس براحة نفسية كده في المطبخ. يعني حلو، انا بحب اللون الابيض ده. انا كنت جايبة منه على السنة احطه كمان في الرخامة بتاعة الحوض دي. بس زي ما قلت لكم مش عارفة اشيل الورق اللي هو القديم. وكمان الرخام الحوض بينزل مية من تحت. المية بتاعة المواعين، باجي اصبن او بمسح الرخامة بتنزل كده يعني في الفواصل بتاعة الحوض. فمش لاقيه لها حل بصراحة، لان جبنا واحد قبل كده عمله لنا، خد له مبلغ وبرضه رجعت تاني تنزل مية تاني. فانا فمش انا مستحرمة ان انا اركب الورق ده غير لما الاقي حل، لان لو ركبته المية هتخليه ما يلزقش تاني. فانا مستحرمه بصراحه، فمستنيه بس كده اي حاجه، يعني اي طريقه اشيل بيها الورق واعمل بيها الحوض تاني. وبعد كده ارجع اركب اللهم صل على سيدنا النبي الورق ده من تاني يعني. هنا بقى كنت خلاص بغسل الطقم الصيني زي ما انتم شايفينه ده كده يا جماعه. ده كان جديد من ساعه جهازي برضو وحاجتي، وانا ما كنتش طلعته ولا استخدمته. كنت شايلاه برضو تحت السرير لان ما كانش عندي ليه مكان. وزي ما انتم برضو شايفين المطبخ ضيق، ما عنديش مكان لحاجات كتير قوي، وفي حاجات كتير قوي بصراحه شايلاها. فقلت بقى انا مش هفضل شايلاه كده كتير. جبت له الحامل اللي انتوا شفتوه ده، او اللي انتوا لسه هتشوفوه دلوقتي، وقلت بقى اطلعه واستخدمه. فهنا بقى كنت بغسله مكان التراب، وقلت بقى هفضي الحاجه جوه. طبعا هنا كنت بغسله وبدعكه بالراحه قوي. هو ده الحامل اللي انا اشتريته، لان الطقم ده اصلا ليه حامل غير ده. يعني هو الحامل بتاعه طويل، يعني مرتفع وعالي، فما بيدخلش على رخامه المطبخ. بيبقى عالي كده، مش بيدخل خالص وما بيقعدش. فعشان كده شيلته واشتريت الحامل ده. بصراحه مش انا اللي اشتريته، اختي اللي شافته وهي اللي فكرت لي فيه، وهي اللي راحت جابته لي بصراحه. يعني مش هكذب عليكم، فاختي ربنا يخليها ليا يا رب ويخلينا لبعض
ويهدي سرها كده ويصلح حالها ويتمم لها فرحتها على خير. ادعوا لها. هي اللي جابتهولي بصراحة. فايه بغسله بقى عشان ايه يعني ارصه كده من اول وجديد بقى، ويدي شكل حلو كمان للرخامة بقى. ما انا مش هفضل شايلة حاجتي كتير يعني يا جماعة. مش هفضل، انا بقالي 8 سنين اهو 9 سنين شايلاه تحت السرير. خلاص كفايه كده. الطقم يصوت بقى، بينده عليا كده، بيخبط لي يقول لي طلعيني بقى انا تعبت. فقلت بقى اغسله. انا حتى كنت بغسله بالراحه جدا جدا لان في فصوص واسترسات لو وقعت بصراحه هتبوخ شكله. فكنت بغسله كده بالراحه بالراحه. يعني كان بيقول لي كده حبه حبه عليا. يعني بصوا بشويش بشويش على الهادي يا زبادي. وده الشيف اللي هو كان بيبقى جاي ومعاه المعالق اللي خشب وشوكة وزي ما انتم شايفين كده. هو اتكسر بصراحة. كان محمود كنت انا عند ماما وكان بيعمل اكل وحاجات في البيت ليه، فوقع منه واتكسر. فانا مش عايزة ارميه عشان انا زعلانة عليه، بس سايباه يعني انا بحبه. بقول اتكسر اتكسر مش مشكلة، بس والله برضو ما انا رمياه لان ما اعتقدش ان هو في منه اصلا دلوقتي. فانا حابه ان انا اسيبه يعني. ليه ذكريات معايا كتير في اول الجواز وكده. ايام ما كنت بصوا فاشله في المطبخ. فهنا كنت خلاص بقى خلصت كل حاجه وغسلتها. فروحت قلت بقى ايه ابعت بقى الرخامه. هي احسن حاجه فيها بصوا بالسفنجه الاسبونج وشويه صابون وبتنضف بصراحه معايا. بس ايه في التنشيف بقى لازم انشف مره واتنين وتلاته عشان ما اسيبش اي اثر على الرخامة. ممكن تنضفيها بشوية خل وكده، بس لو بيكون فيها مكان وقع مكانها أكل وقع حاجة كنت عاملة أكل واتبهدلت، لأ لازم تعقميها بالخل. لكن أنا الرخامة كانت نضيفة بصراحة، فكنت يدوبك منزلة بس التراب اللي عليها كده. وبعد كده بروح دعكاها بالسبونج والصابون. وبدأت بقى ان انا ارجع وارص الحاجة من تاني. هنا الدوار بتاع التوابل انا ببقى مخليه على حرف الرخامة عشان بيبقى هو اللي جنب البوتاجاز. اخد منه واحط التوابل على طول في الاكل. حطيت هنا جنبه كده طقم الصيني ده. وغسلت طبعا معاكم الطقم السيليكون ده بتاع اسمه ايه؟ انا نسيت اسمه. يوسفني ان انا اقول لكم نسيت اسمه. اللي هو طقم التوزيع. طقم التوزيع افتكرت. وجنبيها علبة السمنة دي انا بحطها برضه عشان تبقى قريبة ليا في الاكل وكده. والشيف طبعا محطوط عليها. بص انا عارفه ان ممكن هتقولي لي الرخامه زحمه ومش زحمه، بس هعمل ايه؟ ما عنديش اللي هي. فهودي الحاجه فين؟ فقلت حطيت بقى كده طقم الصيني رصيته كده وسبته مفتوح. انا بس سبته مفتوح عشان خاطر يتهوى وينشف. انا سبته على الحوض يتصفى شويه من الميه وبعد كده رجعته مكانه كده، بس سبته مفتوح. قلت هسيبه من هنا لحد الصبح ينشف من الميه اللي فيه عشان خاطر ان انا ايه اعرف احط السكر والملح والشاي والحاجات دي كلها. لان مكانش ينفع طبعا احط الحاجه وجواه ميه، لازم ينشف تماما مبقاش فيه اي حاجه علشان خاطر ان انا عشان خاطر اعرف ان انا ارجع يعني احط الحاجه تاني جواه. جيت هنا بقى على الميكرويف برضو بمسحه كده. هو نضيف. ببقى حاطه عليه الكفر بتاعه، بس لما بكون مستخدمه الفرن بشيل الكفر عشان ساح. قبل كده كنت ناسياه وساح. بصوا عامل علامه فوق اهو زي ما انتم شايفين. فهنا خلاص كنت خلصته بقى كده. ورحت خلاص كنسه بقى المطبخ. وبعد كده رحت مسحاه ونضفت الدنيا وقفلت المطبخ وطلعت وخليته زي الفل. وخلاص بقى انا طول ما المطبخ كده نضيف ومترستق وزي الفل انا بتبقى نفسيتي مرتاحه. وقايمه تاني يوم يعني بصوا مش قادره اقول لكم على الراحه النفسيه اللي بتبقى فيا. ببقى مرتاحه ومبسوطه. فهي دي الراحه النفسيه اللي بتبقى يعني ايه بصوا اللي بجد اللي بنقول عليها فعلا هي دي الراحه النفسيه اللي بجد. عايزاكم تقولوا لي بقى رايكم في الكفر ده حلو. هو بيسيح. انا نسيته قبل كده وساح بصراحه. بس هو ده كان فيديو بقى النهارده يا حبايبي. يلا لايكاتكم بقى الحلوه وكومنتاتكم الجميله دي. واللي مش مشترك ينزل يشترك عندي في القناه. واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد. وما تنسوش تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع الجزء الاولاني هتلاقوه اللي قبل ده على طول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.